خلينا نرجع تاني في موضوع كيفية العلاج. اوكي لا قدر الله حصل ان الطفل تعرض لتحرش وانا عرفت تمام. واتجهت للمتخصص، لان لازم برضو نقول لكل اللي بيشوفونا الموضوع ما ينفعش يتعالج بدون حد يعالج الموضوع ده. بمعنى ما ينفعش انا ابني يتعرض او بنتي تتعرض لتحرش وانا اقول انا هعالجها مني لنفسي، خلاص يا حبيبتي ما تزعليش، خافي على نفسك، مش عارف ايه، وان الموضوع عدى. بصي احيانا ممكن حقيقي الام يعني ممكن الحنيه الحقيقيه والاحتواء الحقيقي يعالج حاجات كتير قوي. مش شرط حد متخصص لو الموضوع في نطاق تلامس بسيط او كده، يعني الموضوع ما سابش صدمه اكتر من ان مش قادره اصدق ان انا تعرضت لده. ما هي الصدمه ليها بقى وراها كده شويه تساؤلات عند الضحيه، بتبقى اسئله ملهاش اجابه عندها، وتفضل الاسئله دي تكون ملحه، زي اشمعنى يحصل لي كده، ازاي يحصل لي كده، طب انا ليه ما حدش حماني، هو ليه ربنا ما حمانيش ومنع عني ده. تمام. طبعا احنا عندنا اجابه لكل ده الحمد لله. يعني لو الاجابه دي فضلت تتكرر في ذهن الضحيه وقعدت معاها فتره، لازم حد متخصص يرد على الاسئله دي. بتسيب اثر. طبعا لا هي كمان ما بقتش حاسه بالامان، وتفضل. واكبر سؤال فيهم انا ليه امي ما حمتنيش، انا ليه ربنا، لان في مرحله عمريه كده، مرحله عمريه ايه ده، بتفضل الشخصيه اللي تعرضت لده بتقعد لو وصلت ل50 سنه والسؤال ده موجود، بيبقى اصلا هي حاطه الام مكان ربنا، الام هي الامان، هي مكان ربنا، فازاي ماما ما حبتنيش، ويفضل السؤال ده يعني في الحاله دي هي فعلا محتاجه متخصص حقيقي، عشان هو بيحط الرد ده. وبترجع في لحظة ما أثناء رحلة التشافي وتقنيات التشافي، بتبدأ فجأة تلاقي مامتها، يعني دي حصلت أنا معايا بشكل شخصي، شفت الكلاينت بتقول لي إيه ده إيه ده إيه ده، أنا ماما واقفة في وسط الناس، إيه دي بشر ممكن تغلط، انا ده ربنا هو الامان. انا في اللحظه دي صح لحظه بنسميها الكوجنيتيف شيفت او ال1 مينيت ميراكل، اللي هي معجزه الدقيقه، اللي هي في لحظه الصوره كلها اتغيرت. انا عارفه ان ربنا حامي، فانا ليه لا هي فجأة ربنا لقت خلاني اتعرضت فجأة للموقف ده؟ لا هي فجأة شافت مامتها اللي هي كانت لايماها وازاي ما حمتنيش الفترة دي كلها، لقت مامتها فجأة بتقول هي بشر ممكن تغلط، ممكن تهمني لأنها بشر، بهذه الطريقة. وربنا ده ربنا هو الأمان. كان السؤال بعد كده طب ليه ربنا ما حمانيش؟ بالظبط. نرد على السؤال ارد ده. ازاي بقى ولو أوكي. طفل يعني أوكي. ارد ليه ازاي؟ ربنا ما حمانيش؟ لأن طريقة حماية ربنا لينا مش بالصورة اللي احنا متخيلينها. قد تكون حماية ربنا لينا إن الموقف ما كانش أكبر من كده. قد تكون حماية ربنا لينا إن احنا لازم نمر بالتجربة دي لحد هذا النطاق، لحد هذه الحدود، علشان هنكتسب خبرة وحماية لبعد كده في أحداث أكبر من كده. تمام. ومن خلال الاكسبيرينس دي او التجربه دي انا قدرت ابني حدود، اتعلم يعني ايه ابني حدود صحيه. لان الانسان لما بيمر بالتجربه دي ونبدا سواء كان عن طريق الام او حد من المتخصصين، نبدا نعالج بقى بالشكل، نعلمه اول حاجه how to build your healthy boundaries، ازاي تبني حدودك الصحيه، ازاي تعرف تقول لا. مهم قوي لما اجي اعلم ابني الادب والذوق، ما ينفعش ان انا اعمله بشكل يعني مطلق، اللي هو ما تقولش لا، الولد المؤدب ما يقولش لا، ما ينفعش كلمه لا دي، لان مره في مره في ولاد بيفضلوا يقولوا لا برضه، دول عندهم قوه نفسيه عاليه جدا. هل الولد ثبات القوي نفس. ده اللي عنده ثبات نفسي هو اكتر حماية لنفسه من هو طبعا. يتعرض؟ طبعا، بس دول قليلين قوي. للاسف. وبرضه احيانا ممكن لان هم برضه مش مدركين، ما احنا قلنا ان هو اللي هيجي يعني يتهجم عليه باللمسه الغير بريئه او بالافعال الغير بريئه، هو مش هيديله مساحه يحس انها مش بريئه الا في النهايه، يعني فاهمه قصدي؟ فممكن برضو يعرف ازاي ايه سنيك اوت كده ويدخل له كده زي التعبان لحد ما يقدر يتمكن منه. طيب سؤال تاني برضو بيدور في ذهني وذهن كل الامهات. انا يعني وجهت ابني لحد مختص ان هو يعالجه، بس هبقى قلقانه هل هو معرض ان هو يتحرش او يحصل منه موقف لاخواته التانيين، ما هم كلهم ولادي، واكيد انا فعلا صعبان عليا ابني اللي حصل ده، بس قلقانه انه يتكرر. هل ان الطفل اتعرض لتحرش هو وارد ان هو فعلا يتحرش باخواته؟ وارد، لو طبعا وارد، بس مش معنى كده انه لازم ده هيحصل.
تمام. طبعا لازم يكون في رقابه حتى من غير ما يعني ما يحصلش القصه دي. انا دايما يعني دايما متواجده في وسط الولاد، دايما حته انهم يناموا مع بعض دي تبقى بقدر المستطاع انا بشرف عليها. لو انا بيتغطوا بعمل غطاء منفصل لكل واحد، بعودهم على كده. بعودهم على ان يعني يبقى في خصوصية، احترام حدود الجسم والخصوصيه، وان ما يعني عارفه اللي هو يقرف يلمس جسم حد، الكلام ده كله ده برضو بيعلي الاويرنس عند الولد حلو انه قوي. يحمي انا ساعات كده، ساعات الامهات وهم لما يكون عندهم اطفال مثلا توائم، او يكون طفل قريب من سن الطفل التاني، فيلا نخش انتوا الاتنين تاخدوا شاور، يحموهم مع بعض. الموضوع ده ايه موقفه؟ لا بالذات لو كانوا الموضوع نفس الجنس، هم بيقولوا طب ما ده ولد وده ولد، ايه العيب بقى في ان هم الموضوع ده بياخدوا مش شاور مع صح، بعض؟ لان عينه هتتعود على انه بيشوف جسم حد. مش غلط، صح. يعني غلط تماما، ممنوع منعا باتا. يفضل حقيقي حقيقي، لان يعني مش صح في الصحه النفسيه. طيب برضو في بعض الأسئلة اللي بنتعرض لها، إن يجي طفل ويجي يقول لي أنتوا خلفتوني إزاي؟ ودي كتير جدا بنتعرض لها. أنا جيت إزاي؟ وجيت منين؟ ويعني إيه اتجوزته؟ يبقى طفل صغير، تمام. إزاي أرد عليه رد علمي، وفي نفس الوقت أبقى أنا عارفة إن الرد ده رد هو هيفهمه كويس، وما يفتحش شوية من مداركه، لأنه مش لطيف إنه يعرف حاجة سابقة سنه. تمام. بصي بقى في مرحله عمريه مش كل يعني مش مثلا سن 4 سنين هيقول لها انا جيت ازاي، ولو قال السؤال ده هتقول له هقول لك لما تكبر شويه، عشان لازم احكي لك الحدوته الكبيره. هو بيبدا وتبدا الام يعني تشغل تفكيره بلعبه بحاجه، وتبقى مهتميه قوي بالنقطه دي. طب طفل كبر ومثلا وصل لمثلا 6 سنين 7 سنين، بيسأل نفس السؤال. هبدأ أفهمه إن في وقت لما بنكبر ربنا بيخلي في مامي وبابي، وبيبدأوا إن هم يتجوزوا، يبقى في بينهم حاجة تخلي البيبي يجي. أطفال غلسة بقى. ايه اطفال غلسه، قولي لي ومش عارف ايه، والحاجات اللي ساعات كتير تقول له بتواجهنا كلنا دي حاجه ومبنبقاش عارفين تبقى بين نرد. بابا وماما، ما ينفعش نحكيها لاي حد. ربنا يعني بيخلينا نحترم العلاقه اللي بين بابي وماما، يعني بين بابا وماما. فاهمه قصدي؟ ونقفل على الموضوع ونقفل ده. على كده. وبرده تبدا تاني تشغله بحاجات تانية. يعني تبدا تشغله بانشطه هو بيحبها. حتى الطفل، هقول لك على حاجه، عارفه طفل سن 4 سنين بيبدا يلمس اعضاء جنسيه على اساس بيتعرف. صحيح. طبعا ما ينفعش لا نصرخ ولا نشخط فيه ولا ننفعل ونشد ايده، لان ده هيعمل صدمه مش كويسه خالص. تمام. انما ابدا اعمل ايه؟ ايده المشغوله دي اروح جايه حاطه له فيها لعبه او توي جديده، وابدا اغير قعدته، وابدا دايما ما اسيبوش مريان، يعني فاهمه؟ في اطفال بيدخلوا ايديهم ما بين البامبرز. ابدا اشغل ايده باي حاجه، مره في مره هتعدي المرحله دي، لان دي مرحله، فكره دي من سمات المرحله، يعني دي مش ولد وحش ولا ولد شاذ ولا الكلام ده كله. صح. عشان كده مهم قوي ان الام تتثقف بسمات المرحله العمريه بتاعت ولادها، لان في امهات بتنهار من سلوكيات ولادها، ده بيكسروا، ده بيوسخوا، ده بيعملوا، ده بيلمسوا، ده ده كذا كذا كذا، وهي مش مدركه ان ده طبيعي جدا وفطري جدا، ودي سمات مرحله عمريه. وطالما سمات مرحله لازم اسيبها تاخد وقتها، ما بقاش انا لاحظت منهار. كده في الحلقه واحنا بنتكلم ان انتي عملتي فلاج عن ان الام بتبقى ساعات عامل لان ابنها يتعرض، سواء كان بسلوكياتها او بانفعالاتها. الموضوع واضح قوي ان سلوك الام بيفرق جدا مع الطفل، وازاي ان هي تعوده. انا طبعا مش هينفع ان انا اخدها في دقيقه ولا دقيقتين، دي عايزه سلسله حلقات برضو، وده علشان خاطر كل ام تحافظ على اطفالها، او ما تحاول ان هي على قد ما تقدر يكون في تربيه سويه، لان احنا للاسف الموضوع عندنا مجهود كبير جدا، يعني مفهوم غلط. انا بجد اتبسطت جدا، والحلقه بجد كانت ممتعه، وميرسي ليكي يا دكتور، واكيد طبعا مع بعض في حلقات تانية ان شاء الله. اعزائي المتابعين، اتمنى النهارده اكون وصلت لكم المعلومه كامله، ونكون عرفنا بالظبط قصه التحرش، ازاي نحمي ولادنا، ولو عندنا طفل تعرض للتحرش ازاي نعالجه، وازاي نعدي المرحله دي. اتمنى لكل ام وكل اب، كل طفل لما يحصلوش الموقف ده، لانه مجرد وانا بحكي انا فعلا حاسه بألم وغضب شديد. يا رب يحمي كل ولادنا، ويا رب نعرف نحميهم بجد. هتوحشوني، وهوريكم الحلقات اللي جايه هنتكلم فيها عن التربيه والام والاب، وهنشوف بقى التربيه السويه هتبقى عامله ازاي. انتظروني في الحلقه الجايه.